لو عندك بواقي فراخ مسلوقة وما تاكلتش اي اجزاء فراخ كنتي سلقاها ومحدش كلها، تعالي بقى نعملها لهم وصفة نخليهم يتخانقوا عليها من جمالها. الوصفة دي محدش بيختلف عليها والكل بقى بيحبها، فاحنا هنعملها لهم من الفراخ المسلوقة. بصوا كده انا معايا ده ربع من الصدر ومعايا كمان دبوسة. الفراخ دي ما تاكلتش، تعالوا نشوف هنعملها ازاي. الطريقة سهلة جدا جدا. اول حاجة الربع اللي هو على بعضه دون انا قطعته ل4 قطع علشان القطع معايا تكون شبه كده ايه الفراخ المقرمشة اللي بنشتريها من بره. احنا مش عايزين نحسسهم باي حاجة ان دي كانت فراخ مسلوقة ولا اي حاجة. بصوا بقى الجمال. بصوا كمان كان عندي شوية شوربة ساقعين في التلاجة، نسيبهم؟ لا طبعا هنستغلهم برضو لان احنا هنحتاج مية ساقعة. يعني لو ما عندكيش شوربة هتستخدمي مية تكون ساقعة قوي. طبعا ولو في شوربة استغليها بقى لانها تدي معانا طعم حلو للفراخ. بعد كده جبت طبق وحطيت فيه كوباية صغيرة من الدقيق لان كمية الفراخ عندي مش كتير. لو عندك فراخ اكتر من كده تزودي الدقيق. هحط على الدقيق بتاعي معلقة صغيرة من الفلفل الاسمر وبابريكا وكركم وكزبرة ناشفة وملح. تمام، كل حاجة معلقة صغيرة خالص. التوابل دي هتدي الفراخ طعم حلو ولون حلو. تمام، وكده كده الفراخ برضو مسلوقة وليها طعم. بعد كده حطيت معلقة كبيرة من النشا. وهنا بقى السر معايا، هستخدم كيس من الفيجيتار. الفيجيتار بيكون متبل فهيدي برضو معانا طعم جميل جدا مع الخليط دون، وكمان بيدي قرمشة كده بيدي الكفر اللي بره كده بيخليه جميل قوي لما بنضيف كيس فيجيتار، بعكس ان احنا نستخدم دقيق بس لو انتي مش عايزة تستبعديه برضو هيمشي عادي، مفيش اي مشكلة. والنشا ما تزوديش عن معلقة كبيرة علشان النشا بتخلي الكفر ناشف زيادة عن اللزوم، فما نزودش عن معلقة واحدة نشا لكل كوباية دقيق. تمام كده. بصوا بقى هنا الشوربه معايا ساقعه خالص، بنزل بالفراخ بتاعتي جوه الشوربه. بعد كده ابدا اخدها واغلفها مره بالدقيق. بعد كده برجع اشيلها واحطها في الشوربه تاني. وبعد كده بشيلها من الشوربه وهديها كمان كفر في الدقيق علشان نوصل للكفر المظبوط. بنعمل الموضوع ده مرتين او 3 على حسب ما تحبي. لو مرتين بيكون الكفر سمكه قليل شويه، لو عملتي الموضوع ده 3 مرات هيدي معاكي كفر احلى بكتير. تمام. اهم حاجة تاني مرة لما بنيجي ننزلها في الشوربة بنحطها ونشيلها بسرعة. تمام، يعني ما بنسيبهاش كتير، نحط ونشيل على طول. بصوا كده حطيت وشلت على طول وبنزل في الدقيق فورا اغلفها بالشكل دون وابدا احطها. عملت الموضوع ده مرتين وساعات كنت بعمله 3 مرات بيدي معايا نتيجة احلى كمان. تمام كده. بروح على النار والزيت بتاعي لازم يكون سخن. تمام، وبشتغل على نار عالية عادي خالص وبقلب فيها لحد ما تاخد اللون الذهبي اللي انت حباه. الفراخ معايا مستوية وانا مش قلقانة من اي حاجة، انا بشتغل على نار عالية بحيث ياخد لون على طول واخرجها. الفراخ هتبقى معاكي مش شاربة زيت ولا هي بقى قعدت في الزيت مدة طويلة فبتكون الضرر بتاعها عالي جدا. لا دي خدت في الزيت وقت قليل جدا لحد بس ما خدت لون ذهبي على نار عالية، فما شربتش زيت ولا اي حاجة. ما شاء الله شايفين العسل والجمال؟ والله يا جماعة ما شاء الله طعمها جميل جدا. وشايفين بقى الكفر شبه الفراخ اللي بنشتريها جاهزة بالظبط وجميلة ومستوية ومن الفراخ المسلوقة. لايك كتير بقى للوصفة الحلوة دي. فضلا منكم حطوا لي لايك، وكمان لو اول مره تشوفوني اضغطوا على كلمه اشتراك وفعلي الجرس على الكل علشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد بنزله ان شاء الله. وبألف هنا وشفا والسلام عليكم.